بعد ما عملنا مع بعض توست الحبة الكاملة، هنعمل النهاردة ان شاء الله الكايزر والفينو برضو بدقيق الحبة الكاملة. عايزة اقول لكم انه انجح واسهل بكتير من التوست. التوست محتاج شوية حد يكون متمكن في موضوع العجين ومتمكن في تسويته، انما ده لو انتي مبتدئة هتطلعي احلى عيش. عايزة اوريكم قد ايه هش طري مستوي ناجح، كل مواصفات العيش الناجح موجودة فيه. تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة، هوريكي ازاي تطلعي العيش الكايزر والفينو الحبة الكاملة بالجمال ده. يلا بينا يا ست الكل. اول حاجة في البولة بتاعتي هجيب كيس من الخميرة الفورية، هحط عليه معلقتين كبار من السكر الابيض وكوباية من المية الدافية، وهغطيها بستراتش على اساس ان انا اختبرها شوية 10 دقايق وبلاقيها عملت الفقاقيع دي تمام زي الفل. هنزل بكوباية واحدة بس من دقيق القمح الكامل وهقلبهم مع بعض بالطريقة دي، وهغطيهم وهسيبهم نص ساعة. الخطوة دي على فكرة مهمة جدا مع دقيق القمح الكامل، لان انا كأني بعمل كده زي الخميرة الطبيعية اللي هتسرع لي عملية التخمير وتحسنها لي. طبعا بعد نص ساعة شايفين شكلها خمر ازاي. هنزل في العجين بتاعي وبعد كده بحط، انا استعملت معايا حوالي 6 كوبايات من دقيق القمح الكامل، تقريبا 700 جرام. حطيت عليهم في الاول خالص، حطيت كوباية من المية الدافية، ودلوقتي هنزل بكوباية تانية من المية الدافية، وهبتدي اعجنهم على سرعة قليلة في الاول بحيث ان هما يندمجوا والعجينة تلم. لو لقيت العجينة بتاعتي لسه ملمتش وناشفة ومحتاجة مية، هنزل بالكوباية التالتة. يبقى انا استعملت تقريبا 6 كوبايات على 3 كوبايات مية. وفي اخر مرحلة من العجن بحط معلقة صغيرة من الملح، وقلنا ما بحطش الملح من الاول عشان ما يسحبليش الرطوبة اللي في العجينة، وبحط ربع كوباية سواء زيت زيتون او اي زيت نباتي. وفي المرحلة دي هكمل عجن تاني، وعايزينكم تعجنوها كويس قوي سواء في العجين او على ايديكم لغاية ما يتكون لها ولو عرق بسيط. سر نجاح العجينة دي هو العجن الكويس والتخمير الكويس. وبعد كده هاخدها احطها في بولة بتاعتي، هدهن وشها بالزيت وهغطيها بالستريتش وهسيبها تخمر، وهغطيها بفوطة في مكان دافي مش قبل ساعة. تعالوا بقى شوفوا لي الجمال، شوفوا العجينة ازاي تضاعف حجمها وخمرت بالطريقة دي. ولما تخمر معاكي كده تعرفي ان شاء الله العيش بتاعك هيطلع ناجح جدا. بعد كده بخرج الهواء من العجينة بتاعتي، وببتدي ان انا المها على جوه كده بالطريقة دي، وهبتدي ان انا انزلها على السطح اللي انا هشكل عليه. طبعا لو لقيتيها بتلزق في ايدك ادهني ايدك بشوية من الزيت عشان تعرفي تتعاملي معاها. قسميها على جزئين على 3 زي ما انت تحبي. بعد كده ببتدي اقسم العجينة لكور تقريبا متساوية. انا بقسمها بالطريقة دي كده من غير ميزان من غير اي حاجة، على اساس ان دي حاجة في بيتي انا مش بطلع اوردرات او كده، فبتبقى حاجة بالتقريب. بعملها بالطريقة دي كده وبتطلع كور متساوية. ودي طريقة عمل الكايزر زي ما انتوا شايفين، بلم العجينة كلها على جوه بالطريقة دي وبقفلها كويس قوي وبكورها. طريقة سهلة جدا جدا، بس اهم حاجة تقفليها كويس. وبحطها في الصينية بتاعتي. هوريكم بقى ازاي العيش الفينو بالنشابة بتاعتي بفرده بسمك رفيع زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ببتدي ان انا ابرمه على جوه. وانا ببرم بدخل الاطراف معايا، واهم حاجه اني هقفل كويس جدا. لو ما قفلتيش العيش الفينو كويس قوي، انا واحد ما قفلتهوش كويس فتح على طول في الفرن، فلازم تقفلوه كويس جدا بالطريقه دي وتتكوا عليه وترجعوا تاني كده تبرموه بحيث ان التقفيله دي ما تبقاش باينه. هحط الكلام ده كله في الصينيه بتاعتي، وبعد كده بسيبه مش قبل نص ساعه تاني عشان يخمر. بصوا شكله تضاعف ازاي بعد النص ساعه. بجيب خليط اللبن والنسكافيه بالراحة وبخفة جدا بالفرشة، بدهن بسيط، انا مش عايزة اتخرج الهواء خالص. مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. غير التوست انا بقلل درجة الحرارة وانا بدخله لانه عامل زي الكيك محتاج تسوية من جوه، انما هنا لا، انا بسيب الفرن على درجة حرارة 200. وبعد كده بياخد بالظبط من 12 ل 15 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. اول ما بيطلع بتدوله بخة من المية وبتغطوه بفوطة. وبعد كده شوفولي بقى اول ما يبرد الجمال. عايزة اوريكم والله طراوة ومفرغ من جوه وهش وطعمه احلى من اللي بنشتريه من بره مليون مرة. يا جماعة اللي محتار في موضوع دقيق القمح الكامل ده ما يعملش توست اول ما يبتدي يعمل الفينو والكايزر هينجح معاه جدا. ولما يتمكن من العجينة ويعرف يتعامل معاها ويعرف تسوية التوست الصح يعمل توست. ما تبتدوش بالتوست عشان ما تتعقدوش. اتبعوا الخطوات اللي انا عملتها معاكم النهاردة، ولو في اي سؤال سيبولي في الكومنتس. وبس كده.